وهم مقيمين وهم في بلادهم الثانية وفي السجن مسجونين. يوجد طرف آخر الذي يقودون يعني تحديدا الناشطين مثل أبو رهف بيبي يقولون قاطعوا دولة الإمارات. أنا رسالتي لبيبي ورسالتي لأبو رهف ورسالتي لمحمد سليمان الذي فاتحين منصات للتبرعات واستغلال الناس، أنا أتمنى منك الذي تقول قاطع دولة الإمارات، يا بيبي أنت قاطع بنكك ملك دولة الإمارات بنسبة 90%. قاطع بنكك يا بيبي لأي كوز الذي تقولون قاطعوا دولة الإمارات. أفضل لك يا كوز أنك تقاطع تطبيق بنكك الذي استغلت الناس والأبرياء باسم الفاسر واهل الفاسر. البيت المتوحد، معلش انا بس اوقفك في النقطه دي، معلش انا بعتذر. تفضل يا استاذ عبد المنعم. انتوا بمقدوركم الان توقفوا بنكك دي، يعني بمقدوركم بجرد قلم توقفوا بنكك، لكن انتوا لانه بتراعوا للشعب السوداني وبتراعوا لمعاناه برحمام، انت مال امك بعدين تتدخلك شنو في مشاكلنا الداخليه كيزان ولا جنوب السودان ولا ما قبل الحرب ولا بعد الحرب؟ انت منو؟ صفتك شنو؟ انت قاضي، انت محتل، قال لك نحن خايفين على مصلحه الشعب السوداني ونراعي لا انت قتلت الشعب السوداني، انت شردت الشعب السوداني. الان انا جاري في موضوع السجون الاماراتيه ده، في ناس كتار تواصلوا معي قالوا لي اولادنا مفقودين في الامارات، واي زول يا جماعه ابنه اختفى منه الاتصال اكثر من 3 ايام يرجع يتل بالله في الخاص طوالي. الان الامارات تحتغل السودانيين بمجرد انهم يبدوا براي بس، ويجبروك على انك تبقى محايد وتقول لا للحرب. اي زول ابنه اختفى في الامارات قتل في الليله، وشايف في ناس بتدافع عن الامارات يعني زي كانه الامارات دي قدمت لنا الخير يعني. قال نحن، قال حكومه بورسودان قتلت وسوت وما بعرف شنو ما ادراك. ماذا قدمت لنا انت؟ كده خلينا من حكومه بورسودان، هي الامارات سويتوا لنا شنو؟ سلطوا علينا الدعم السريع اللي قتلنا. يا انت كاتب لك كم في الفاجر؟ اكثر من 100,000 في الفاجر وحدها. انت مرتكب حتى الان دماءها لم تبرد. انت قاعد نحن بنخلي تارنا ينعل ابوك على ابو احمد كسله، على ابو الربيع، على ابو استاذ الظافر. مين هو؟ عليك الله عنه يا محمد. كميه الحقاره والنتانه، يمشوا يحفظوهم واحد يقول لك الناس دي في الامارات ما بيأتمروا بأمر الجنجويد، لا بيأتمروا بأمر الجنجويد، لانه الان وصلوا لحد تجار اللبن. تجار اللبن ده كمان يعني الرقم المضحك في الامر قال لك من الذي قتل 300,000 في دارفور؟ هو اللي قتله قاعد معاهم في اللايف. هو اللي قتل 300,000 منه؟ مع الناس الجنجويد اللي انت مسلطنا الان يا بعدين تجار اللبن نحن نفتخر اننا تجار لبن ونفتخر بذلك. اهم حاجه حاشينكم، اهم حاجه حاشينكم يعني هسه كيكل ده وصل معلمكم كده وهنا في البطانه دي لحد ما انه الامارات تتحدث عن يا اخي تجار اللبن. نحن الحمد لله ما تجار خمارات يا اولاد الخمارات يا اولاد الضيوف، الناس تشير يا شباب. والله يا محمد محفظينه بالحرف الواحد. لك ان تتخيل. شوف العملاء ديل ساقيين اذنهم وسيدهم بيتكلم. يا سيدهم لما سيدنا الاماراتي، لما الكفيل الاماراتي يتكلم دافع عن المرتبات ناس قصريه، والربيع والظافر الجزمه يصمت ويتأدب ويسمع. اصبر وناخذ من عيونكم. يا الوقاحه والبجاحه يا بغاحتك يا وجاحتك. انت وقح جدا، انت وقح يا ود الضيوف يا ود البنقل، انت يا اماراتي وقح جدا يا اخي. انت تدخلك شنو في مشاكلنا الداخليه؟ مالك ومالنا؟ شنو ده كمان؟ والله نحن مخلين تطبيق بنككم ده عشان انتوا تاكلوا وتشربوا يا زول. رأفة بنا، رأفة بنا. يا سلام يا اخي، لولاكم نحن بنموت جوع صدق. واضف الى ذلك قال السودانيين في الامارات، لا والله السودانيين في الامارات اختطفوهم من السودان ودوهم راس نالوف وجدابيا. والسودانيين في الامارات كل الرسائل اللي بتجي من هناك بيجي واحد بيقول لك انا كنت مسجون وجابوني قعدوني 4 ساعات في مكتب بارد، تم اذلالي، تم. وهسه في ناس كتار تواصلوا معي انه ابنائهم مفقودين في السجون الاماراتي.
نحن ذاته دارين نطالب المنظمات والصليب الاحمر بانه يمشي يدخل السجون الاماراتيه وماذا يحدث فيها للشعب السوداني. والله انا اي شيء من الناس اللي بتوقعه، والله اي زول يشتكي لي من الامارات انا بصدقه، لانه الناس دي ما فيها خير، ما فيها خير كده. الناس تشيلها يا جماعه عشان نمشي قدام. جزمه سهله لا تستحق الردوه بنقل. محمد جبيل رسلت لي بطلعتها فيديو الصباح بدري لطياره هنديه وقعت في البحر. تمنيت انها كانت تقع فوق رؤوسهم. ما في البحر، ما في البحر، لا لا. انا ما قلت حاجه. في المدرج نفسه يا ابو رهف، ما في البحر، في المدرج نفسه بتاع انا تمنيت هم بيصوروا كده فوقهم يشهد الله. قلت لها العضله اللي ادت لي الفيديو الصباح بدري، قلت لها ما لما وقعت فوق صنقورو، قلت لها يا بنت انا ما لما وقع. والله تمنيت من الله سبحانه وتعالى انها تسقط فوقهم. شوفوا الطياره، شوفوا الطياره. شفت اللي بيسوي 200 مع محمد راجع الخاص بقول لك ديل كان كظيم وحياة ربنا كان ارتحت نفسيا. تمنيت انها تقع فوقكم، الله لا عادكم يا دولة الشر يا دولة الخمارات، لكن والله نجيتوا ببمطي وليكن يوم. المهم والحاجة المهمة يا جماعة، اوي يا جيش، اوي يا الشعب السوداني، اوي نسيتوا اهل الفاشر، نسيتوا دماء اهل الفاشر، نسيتوا ما زال من سجن الشالاء يختطف كم بردتوا ليه يا الشعب السوداني؟ ليه نحن زي فورة اللبن؟ زي كانوا اليومين ديل زي كانوا ردينا على نفسنا ورجعنا بيوتنا. سودانيين في كل العالم الهاشتاج ده ما بيقروش، اضغط مقاطعة. العقوبات بتاعت الاتحاد الاوروبي دي والله ما عولت عليها، حتى الدول المستعجله لفرض العقوبات هي ضعيفه داخل الاتحاد الاوروبي. علي عبد الرحيم ده قالوا ليه ما تصنفتوا الدعم السريع منظمه؟ عم مخلين حميتين بدون فرصه. هل الاتحاد الاوروبي جاد في فرض عقوبات حقيقيه على هذه المريشه التي ترتكبها؟ هل الاتحاد الاوروبي جاد ليسمح عشرات الاف السودانيين المجنسين في اراضيه واهلهم الى الدعم السريع يتجولون في الاتحاد الاوروبي؟ ناس اللي بيطلعوا تقول لك والله شكرا فلان بيعمل لك الثنائي والرباعي، بيعمل لك البلي، بيعمل لك اي حاجه، ولا الغير بيقدم لك حاجه، بيقدم لك ذراعك بس. تركب ام الجنجبيد، تفرش ام الجنجبيد، تركب ام الجنجبيد، ما في زول بيقدم لك حاجه. يا ناس اصبعك ما بغطي وشك، اصبعك ما بغطي وشك. اصبعك ما بغطي وشك حاجه. السودان حيعمل شنو؟ حيقدم لك شنو التراب؟ غير انه يقول لك امشي لهدنه، غير انه يقول لك اقعد مع الدعم السريع، غير انه يعيد لك انتاجه. يا الشعب السوداني ناس تصحى وتوعى، ما حدث في الباشر ده سيحدث في كل ولايه السودان. عليكم الله شير الله يبدع. قبل انا ما اخش في البشريات لانه شايفكم استكنتوا، انا شايف الناس استكانت عين بس قبل انا ما امشي بعيد. بس تعال شوفوا ما حدث لاهل الفاشر. شوفوا يا الحلف البلد، حلف زي ما قال العطا في الاربعه. امريكا ما بتقدم لك حاجه، ولا الرباعيه ولا الناس اللي من خلفها. ويا خبر انا والله ما اقدر استبغى الاحداث. الليله بقروش بكره ببلاش. سنرى التوجه الامريكي الجديد. نحن ما محتاجين، نحن دوله ذات سياده، ما دارين زول يتدخل. انا غايت واحد من الناس ما دار زول يتدخل في شؤوننا، ما حد قدم لنا حاجه. انا شايف انه نحن دوله ذات سياده، لا منتظرين نحن امريكا تقرر في امرنا. اما هذا الهوان، نحن اصبحنا الان نفرح عشان يكون لدوله عندها دور محوري في دولتنا. تعرفين انا كذبت عليكم البارح، انا قاعد في اللايف وبطني طامه ونمت، قلت انوم بسمع في محمد ده ما اقدر اتكلم. والله العظيم والله يا جماعه انا مشكلتي ما بعرف الف ادور، بقول الحقيقه كده في عيني زول، بقول كده. عشان كده لما اكون زعلان بضبط رقبتي. يعني احنا محتاجين الان عشان الناس تتدخل في شؤوننا وتقرر في امرنا. اما هذا الهوى، شعبنا شعب عظيم وجيشنا قوي
ونستمد قوتنا من شعبنا. في ناس فرحانة شديد، شكرا فلان وشكرا فلان وشكرا. أما هذا الهوان أيها الشعب السوداني. بقينا يا جماعة ننتظر من الله سبحان الله، ننتظر ترامب يقول شنو؟ هل نحن مستعمرة أمريكية؟ في ناس حرس التلفزيونات يقول لك ترامب يقول شنو؟ هل نحن مستعمرة أمريكية؟ هل ننتظر أمريكا لكي تغرر في أمرنا؟ عشان كده البارح أنا فضلت النوم، والله فضلت النوم، أقسم بالله فضلت النوم ولا الكلام. قلت أحسن لي نوم. خلونا نرمي قدام، ما تنتظروا من الغرب خير لأنه ما فيه خير لكم. لو فيه خير كان صنفت ميليشيا الدعم السريع ميليشيا من الاتحاد الأوروبي، برغم ما حدث من مؤامرة ومسمح هذا العالم المنافق. أنا هنا أتحدث عن الحكومات وليس الشعوب. شكرا لكل الشعوب، شكرا لكل الشعوب الواقفة معنا، وشكرا لكل صاحب ضمير حي خرج معنا مظاهرات من الدول العربية أو غير عربية. شكرا لكل مؤثر فتح تلفونه وساندنا. عليكم الله. هسه الناس الفرحانة قال لك الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عبد الرحيم دقة. ما هي العقوبات التي فرضت على عبد الرحيم دقة؟ وليه ما حمدتي؟ وليه ما الدعم السريع ككل؟ وليه دائما افراد؟ ما الدعم السريع كل مره بيرتكب نفس الجرائم دي وشغال. اذا كنتوا جادين يا اتحاد اوروبي في معاقبه الدعم السريع كان صنفتوه ميليشيا. قالوا الدعم السريع بالشعب السوداني لم يفعل منذ خلقت الكره الارضيه، منذ خلق البشر. ما في حرب العالم اكثر من 100,000 في اسبوعين. أكثر من 100,000 شهيد في أسبوعين وجلهم مدنيين. ما بتخجلوا يا الاتحاد الأوروبي من حرضوا على قتل على الفاشر يقيمون على أراضيكم. ماذا فعلت حكومات الاتحاد الأوروبي للربيع أو لأحمد كسل أو لعيسى والدبك؟ إذا أنت كحكومة اتحاد أوروبي مستمتع بذلك وبالشجع. الحريات عمرها ما كانت بتحديد قتل الأطفال والنساء. سقطت الشعارات اللي بيستخدمها الاتحاد الأوروبي طيلة الفترة، حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، وهذه حقوق لكم أنتم، أما ما دونكم تسلطوا عليه. يعني الليلة لا يمكن جنجويدي يستفيد من الأمان الموفر له في الاتحاد الأوروبي ويحرض على قتل المدنيين والأبرياء، ولدينا أدلة على الهواء مباشرة. يقال أن الربيع حتى الآن حر طريق في الاتحاد الأوروبي، وانت جاي الدين الدعم السريع، هو الدعم السريع ما معاك وبيحرض على القتل ناشطين من داخل الاتحاد الاوروبي. هسه انا ابو رهف قاعد ما عندي حاجه لزول، وما تنتظروا خير من زول، ولا في زول حيسوي لكم حاجه، حيتكالبوا ويتكالبوا ويتكالبوا. ركزوا على الثنائي والرباعي، ركزوا من جديد، ركزوا على البراميل بس اتحدوا يا جماعه. في دوله صديقه مشينا نعقد صفقة مع روسيا، دفعت $1 تريليون عشان ما يدونا سلاح. أنا ما دار أقول منه والله العظيم، لك أن تتخيل. خليك من اللي كانوا بحيجوا السلاح في البحر عشان ما يمشي للقوات المسلحة. شوفوا يا جماعة، للناس اللي بتشتغل بعاطفتها وبتنساق وراء أوهام، أنا ما قاعد أشرب من السراب، أنا بشرب من الواقع. أنا أبو رهف ما قاعد أشرب من السراب، بشرب من الواقع. وبالأمس القريب كانوا أصدقاء يضغطون على القوات المسلحة بأنها تمشي إلى الهدنة. أصدقاء وليس أعداء، يسمون. شوف يا زول، ركز على الثنائي والرباعي والدوشكا والبازوكا دي الرباعية، ما في الكلام ده. خلونا نمشي في الانتصارات. جنجبيل مينوم الله سلم الامارات ترند بيقيف. اضف الى ذلك ومن اهم الحاجات ترند مقاطعه الامارات، المظاهرات تستمر. شوفوا يا جماعه، في 3 حاجات او 4 دي ذات الرباعيه. والله انا اخترعت لكم الرباعيه الجديده. انا ابو رهف ده عندي الحل. انا يا محمد الرباعيه الجديده. اول حاجه الميدان والتركيز على البلد، ده واحد من بنود الرباعيه. تاني حاجه الاستمرار في الحشد الشعبي
والتعبئة العامة والاستنفار، ده تاني بند في الرباعية. البند الثالث المظاهرات في كل العالم لا ما تتوقف ليل ونهار. الرباعية والبند الأخير فيها هاشتاج. ورأيكم شنو في الرباعية دي يا جماعة؟ اسمعوها تاني، وإذا بتتفقوا معي فيها قولوا نعم أو لا. الأول البل ثم البل ثم البل ثم البل. الركن الثاني في الرباعية الاستنفار والتعبئة العامة استجابة لقرار القائد العام لقوات الشعب المسلم. الثالث المظاهرات في كل العالم تزداد وبقوة، لأنه ما زالوا شعبنا يموت وينتهك ويمارس فيه التطهير. الرابعة وهي الأخيرة، وكلاهم ده أهم من ده. الأربعة رباعيات، الأربعة أركان في الرباعية ديل كلاهم ده أهم من ده. الهاشتاج في تويتر ما يجيف، في فيسبوك ما يجيف. احنا ما جينا في الانتصارات المشتركة تجوب دارفور. الله يخيط مخيتاه وخيت مرلفق بل يا أخي، بل يا أخي ناس عقرب الصحراء مخيطين الصحراء دي خيات. خد تصويت يا محمد كان تقدر. أنا يا جماعة دي رباعيتي. الأولى البل في الميدان، بل بلا رحمة، الردي مكسح امسح. الثانية التعبئة العامة والاستنفار. الثالثة الاستمرارية في التظاهر في كل أنحاء العالم. الرابعة تكلم عن جبريل. تتكلم عن مالك أجار رجل بحجم وطن، تتكلم عن مناوي، أنت تقول مناوي ومناوي. أنت ما مؤهل تتكلم عن هؤلاء الأبطال. اليومين اللي جيت بيتكلم البيت الموحد ذاته اللي كنت بيتكلم قال السودان لا توجد به مؤسسات دولة ولا توجد به ما وهو ارسل البنغال ما انت عارف سيتحدث التاريخ مليون سنة انه في قادة عسكريين صمدوا وصنددوا وعاهدوا الله والشعب السوداني انهم بل لاخر جنجبيدي غير آبهين بسلامتهم. انت عارف مناوي ده نفسك عليك من البرهان خط النقاط على الحروف في تركيا عربية جات قرصته. انت عارف مناوي فقد 2 من اخوته، عباس مناوي وخاطر مناوي. انت عارف مالك اجار من اول جنوده كلهم نقلوا. انت عارف البرهان ده لما خيروه بالخروج والمخرج الامن ونديك اللي بيعيشك قال ما بيمرق فضل الموت. انت مؤهل عشان تتكلم عن ديل. انت عارف طنبور ده من دقة الحرب الاولى هو واقف ومصندل. انت عارف جبرين ده لو مشى معاكم وبقى صندل زي الصندل داك حتدكم. انت عارف يا عمك مناوي قالوا لك اكتب الرقم اللي تبيه. قال لهم ما حلقى والله العظيم اقسم بالله قال لهم ما حلقى محل اكتب فيه حجم الدم السال في السودان. شيككم ده ما بكفي، داير يكتب لهم السال. انت عارف الهسي بتصفهم بالعرزغيه ديل اشرف منكم من انت منو الامارات؟ انتم منو سالوا يمن البارح والمقطع شغلوا محمد اين تقع دوله ابراد ابراهيم؟ عبد الرحيم دقلوا يا محمد. حديث عن انه الان عبد الرحيم دقلوا خرجوه ليبيا. الشغله دي يا محمد كتمت الله. محمد الناس المشتركه ديل بيشتغلوا زي ما قالوا الجنجويدي واينما وجد بيجروه. اسمع الكلام ده. يصلح ثاني يا جماعه كبشروا دي وانا مسؤول منها. زمان ننتظر الجنجويدي يهاجمونا او نحن نهاجمهم. الان لا، الطوفان ده كده يعني هسه المشتركه دي عامله كده 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 اينما وجد الجنوبي الجنجويدي خبطوه خبط غرايب ما دارين نعرض. جنجويد في المصرية ما يتبلوا، جنجويد في النهود يتبلوا، جنجويد في الخوة يدقوها ليه بارا جوا وفيك. والله يا محمد الجنجويد بيقوا جارين جري لانه الشغل الجديد ده كعب قال لك جنجويد اعمل حسابك يا ولد الضيوف. المهريه الان عردوا والباقي اولاد الفلاته والزرقاء واولاد المسيريه. يا اخي ديل وصلوا مرحله قسما بالله. اسمع الكلام ده يا محمد. قال لك نحن جارين ورا الناس ديل لنا 3 يوم.
دقيقة اسمع. مبسوطين يغنوا زي اركب لعب يا مستر هجوم يا يطون ارض كردفان طوي. شمال كردفان الان يا محمد حقتنا من غير منازع، قسما بالله يا محمد طاوين اراضيها طري. دقيقة أنا عندي فيديو لواحد من الناس المشتركة ده مرسله لي، قال لهم يا جماعة جنجبيل ده إن إحنا ساكنين ولهم 3 يوم. ناس تشير يا شباب. طبعا يا جماعة ما في تصوير، ناس الجيش والبراوم ما قاعدين يصوروا. ياخد الفيديو كده. تاكل ده الظهر. جري شين. زمان الجنجبيلي يا محمد، الجنجبيلي يا محمد زمان بينتظروا لما يجي، هسه الجنجبيلي اينما وجد بخبطه. البكشين والفضايح يا محمد، تلفونات الجنجبيلي اصبحت الناس المشتركه بتقول اسمع بلاد النجم، نفس شغل الفاشل بلاد النجم. محمد شغل المقاطع بتاعت الفيديوهات دي، لكن دار اديك حاجه صغيره كده. طبعا عندنا الحكام عيسى بالتبوك مرق من طيابه يا محمد. الحكام عيسى بالتبوك الليله تعب خلاص، يصف ابناء المسيريه بالحراميه والشفشافه، وهذا جزاهم بعد ما